هنا شو رايك؟ أنا ضد الخطاب اللي قالوا عبد القادر خليوا الله الخالق هو اللي يحكم علينا، أنت شكون أعطاك السلطة باش تحكم عليها توا؟ الله عز وجل هو اللي أعطاني السلطة. الله امرني باش نقول لك ما استغفر الله العظيم. انا نقول استغفر الله العظيم والله. انا خليفه الله على الارض. لا شنو رايك؟ لا غراف هكا. تعرف لا والله يا شيخ قول لها بربي الايه إنا عرضنا الأمانة. لحظة دمان لحظة يا لحظة يا لحظة يا نوفل لحظة. لا لحظة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. شنو هي الأمانة ذي يا شيخ؟ قول لها ترى. أمانة هي خليفة الله في الأرض. استخلاف في الأرض. يعني احنا الكلنا رانا خلفاء. لحظة عاد ما قطعتكش. الكلنا خلفاء الله في الأرض. باش مش راهو مش نعرف انا يلزمني نلبس عمامه ويلزمني عندي دكتوراه في الدين باش نجي نحكي لك الكلام هذايا. ليه لا انا ربي امرني باش نؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر بالاسلوب اللي تقبلوا مني العباد. تقبلوه بربي في وبما استطعت تقبلوه خذوه. واضح ولا ليه؟ يعني ريت بربي السيدي المجروح هذا كل مره شو تدخلك وترشني وتدخل لي فك الزنقه ما تعديش. هاني قلت لك باش انت نفسك كالعاده انت تعمل سيدي مجروح انا نعمل 10 هكا السيديات لا سامح نداء لحظه برك نداء لجامعه الزيتونه لي زاغريجي ولي بروفيسور اللي قريوا في جامعه الزيتونه ينتدبونا للكرونيكور هذايا. لا خويا ما لا باش يكون هو باش يكون اسال الله ان لا يحملني ما لا قدور الارتيستو مش لا قدور الارتيستو باش يكون هو الناطق الرسمي باسم الدين الاسلامي في تونس للشباب التونسي باش هو يوعظ لنا الشباب وشبابنا التونسي يولي ياخذ من المخ نتاع سي قدور. يا سيد انا شيخ واستشرافي وحداثي وباش يا دكتور ان شاء الله قدرة ربي. رسول الله صلى الله عليه وسلم اول رائد باش يطلع للمريخ وللقمره باش يكون من تونس من شمال افريقيا بقدرة اله بالفكر اللي هو قاعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه. ريت شنو يعني ايه؟ بلغ. وان شاء الله يا ربي نسال الله ان نكون من المبلغين. وراني نحكي معاك ونحكي مع الناس بنيه تذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين. لاني شيخ ولاني داعي ولاني لبس الدين. قدور الارتيستو قال انا خليفه الله على الارض. شنو رايك؟ الله سبحانه وتعالى قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إني جاعل في الأرض خليفة في الأرض يعني يقوم هو الذي استخلفكم في الأرض واستعمركم فيها من أجل استعمارها من أجل إعمارها. الإنسان هو الكائن رقم واحد في الارض في الكون هذا فهمني. من اجل الهدف الرئيسي هو اعمار الارض. هو خليفه الله في الارض يعني مش يخلف الله. هو معناتها الله جعله خليفه في الارض يعني هو المسؤول الاول على الارض على الكون اللي هو موجود فيه. فاذا يعني قدور الارتيستو خليفه الله على الارض. كلنا مش قدور. احسنت. الانسان قال ربي إني جاعل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فما بعض الناس يقولوا كما قدور هو خليفة الله وفما بعض العلماء وبعض الناس يقولوا خليفة من كان قبله. وشكون هم اللي كانوا قبله؟ لأنه الملائكة علاش استنكروا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذا كان يكون هو الأول كيفاش عارفوا اللي هو باش يفسد ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يقولوا العلماء لأنه بعض الحفريات اكتشفت أنه فما هياكل عندها ملايين السنين بينما إذا كان نتبعوا التسلسل نتاع الأنبياء والرسل إلى سيدنا آدم ما يفوتش 20 ألف سنة فهمني 20 ألف سنة ما يفوتش 10,000 20,000 سنة فهمني ما يفوتهمش. كيفاش الملايين السنين هذه؟ يقولوا أنه هنالك أوادم قبل سيدنا آدم غير مكلفين أو هنالك بعض المخلوقات التي تشبه